السلام عليكم، نتمنىكم بخير. الفضول هو المحرك الرئيسي لمعظم الأفعال ديالنا، لكنه سلاح ذو حدين. يا إما يوصلك للمعرفة ويفتح لك أبواب الاكتشاف، يا إما يدخلك عوالم ما كانش خصك تدخلها وتلقى راسك في متاهة ما تقدرش تخرج. وهادشي اللي وقع البطل القصة ديالنا، اللي مازال كيدور في هاد المتاهة وطاح في اليدين اللي ما كيرحموش. اللي ما شافش الأجزاء السابقة ديال القصة يرجع يشوفها، غتلقاو الروابط في صندوق الوصف. وعلى بركة الله نكملوا القصة ديالنا. في الفيديو السابق كنت قلت لكم بأننا تمشينا تقريبا شي ساعتين، عييت والصندوق ثقيل والطريق قاصحة وسكت حتى شي واحد ما كان قادر يهدر. اصلا كانوا مخلوعين اكثر مني حيت هما اللي عارفين شنو تابعنا. قلت له ما نجلسوا نرتاحوا. ناض القرع هضر معايا غير بشويه، قال لي احنا قرابين نوصلوا. بغيت نشوف شحال الساعه في البورطابل، لقيتو طفى شويه، حبسوا وطفى الضو. القرع قال لنا حطوا ديكشي من يدكم وجلسوا. الديب كان ساكت واحد الساعه، ناضي يغوت. انا بقيت خايف غير يهجم علينا. واحد الساعه حتى القرع ناضي يغوت، بداو كيغوتوا بجوج، وبدا القرع كيقول شي هضره ما مفهوماش، ولكن باينه عليه حافظ وفاهم اي كلمه كيقولها. انا ما بقيت عارف ربي باش بلاني، غير فتح فمي وكنشوف داكشي اللي قدامي. وفي واحد اللحظه سكت كلشي، واحد السكات لدرجه بقيت كنسمع دقات القلب ديالي. ما عمري حسب لي كاين هاد الدرجه د الخوف. القرع حبس من الغوات وبدا ماجي في الاتجاه ديالي. انا بديت كنشاهد وخا لساني كان كيترعد. قرب حتى لعندي وشفت وجهه واخا كان ظلام، العينين ديالو كانوا خارجين وعرقان والكشكوشه خارجه من فمه. داز من حدايا ولكن غير هز الصندوق ورجع لبلاصتو. فتحو بدا كينثر ديك الرماد في الهواء وكيغوت، ولكن الرماد ما كانش كيطيح في الارض، كانت بحال شي حاجه كتسفو من السما. كنشوف حدايا كنلقى يوسف ومولديب حتى هما مخلوعين بزاف. ما كنت فاهم والو، ولكن حسيت بلي هادشي كامل ماشي عليا انا. واحد شويه الديب سكت وتكمش، رجع بحال شي قط صغير. والقرع دار عند يوسف وقال له ها هو جا. يوسف ناض واقف، قال له واش ديك الكلمه مبقيتش عاقل عليها، كان واحد الاسم طويل وفي شكال. وجهه تبدل وشافيه وبغى يبكي. انا عقلي كان كيقول لي حاجه وحده في ديك اللحظه، اهرب راك غتموت هنا. مولدي ناض عند القرع وعطاه واحد الخنجر، وهو كان باقي كيغوت وكيهضر بديك اللغه بحال الروسيه. ودار لعندي قال لي نوض، وبدا كيغوت عليا باش نوض. ديك 5 الخطوات اللي زدتهم لعندو كانوا اطول خطوات في حياتي. باللي وقفت حداه عنقني وبقى كيقرا عليا داكشي ديالو، ومشى للصندوق جبت شي حاجه وعطاها لي في يدي. انا مع الظلام والخلعه ما عرفتش شنو داكشي، ولكن بان لي كحل وفيه واحد الريحه بحال شي فار ميت. حققت فيه وانا نرميه ونغوت. يد بنادم اخوتي والله المعبود، يد بنادم مقطعه. في ديك اللحظه بغيت غير نضربها بجريه حتى لعند مهمتي. هزها القرع وبدا كيغوت عليا وقال لي اللي غادي نقول لك غادي تعملوا. انا ما بقاوش عندي حتى ركابي علاش نوقف، ماشي عاد غادي نهرب. واحد اليد عمل لي فيه ديك الخنجر، واليد اخرى عمل لي فيها ديك اليد اللي مقطعه. رسم واحد الدائره في الارض وقال لي اللي غادي نقول لك غادي تعملوا، وبلا ما تقول حتى شي هضره حتى شي حرف. قال لي رجع ديكشي في اليد الشمال وكتب الفاتحه بالمقلوب. قلت له ما غاديش نعرف. عطاني واحد الورقه وقال لي نقل. ديك الورقه كانت مكتوبه فيها سوره الفاتحه، بديت كنقلها من الحرف الاخر وانا راجع. حسيت براسي كنخرج من المله. غير تصور راسك كتكتب في التراب بيد ديال بنادم في وسط منها خنجر ما عرفتيه منين ماجي، وشنو كتكتب؟ سوره قرانيه بالمقلوب. العقل اللي خمم ما بقاش عندي في ديك اللحظه. مشات القرايه، مشى الدين، حتى الحياه كنحس بها مشات. فين غادي بيا هادشي كامل؟ ملي ساليت رميت ديكشي ومشيت نجلس حدا الديب. كندور حدايا ما كنلقاش يوسف وديك خونا. عليت عيني كنشوفهم كيحفروا في ديك البلاصه اللي كنت كنكتب فيها، هما وديك القرع. واحد شويه بداو كيغوتوا كيعنقوا بعضهم وجبدوا واحد الصندوق كبير. فهمتوا دابا شنو كان واقع؟ اياه، جبدوا كنز. ما عمري كنت كنتيق بان الكنوز كاينين حتى شفت كلشي بعيني، وفهمت بلي هما استعملوني كوسيله باش يجبدوا الكنز. وقفت حداهم وبقيت كنشوف، وعقلي كان كيقول لي ندبحهم وندفنهم في ديك الحفره اللي حفروا. ولكن كيف غادي ندير؟ هما 3 بهم ومعاهم ديب، وعاد كل واحد فيهم فيه 10. نزلوا الصندوق وبقاو كيمسحوا فيه، وهما في واحد الحاله الهستيريه تقول غير لقاو الدواء ديال الموت. القرع بغى يعنقني وانا ندفعو، شد في القفل وقال لي بزق عليه. تما عرفت بلي كلشي في يدي، بمعنى الا ما بغيتش غادي نخسر له من البلان. قلت له ما غادي ندير والو حتى تشرح لي شنو واقع هنا. بدا كيغوت عليا، قال لي اعمل اللي قلت لك، ماشي وقت الشرح هذا. بقيت كنشوف ما بان لي حتى شي مهرب، ما عارفش راسي حتى فين انا. شفت راسي حاصل وما عندي حتى شي حل من غير انني نمشي معاهم في الخطه ديالو. القفل ما كاينش فيه بلاصه الساروت، زقت عليه 2 مرات ما وقع والو. القرع قال لي صافي حبس نوض بحالك. حسيت بلي هادو غير تسخينات وبلي عاد غادي نبداو في المعقول. رجعت اللور. جا يوسف بغى يفتح الصندوق ما خلاهش القرع،
قالوا لا ما تقيسوش ماشي هنا. ناضوا جمعوا داكشي وقالوا لي زيد بحالنا. قلت لهم فين غادي نمشيو؟ نفس الجواب، قالوا لي بلا ما تسول. القرع ويوسف هزوا الصندوق وحطوا فوق منه ديك 2 صناديق اخرين، وديك خونا اللي بحال الغول هز الخنشه وجار معاه الديب. مشينا تقريبا شي نص ساعه حتى وصلنا لواحد البلاصه تحلف عليها عمره بنادم ما وصل لها. حنا يوسف للارض وحيد واحد الغطا ما كنتش شايفه اصلا، طلل فيه وضوا بالبيل. عرفتو بير. اواه شكون حفر بير في وسط هاد الخلا؟ الديب بدا كيغوت ومولاه كيحاول يسكتو. انا مشيت طللت في البير ورجعت، كان غارق بزاف. وانا نسمع القرع كيقول لي حيد حوايجك. درت لعندو قلت له واش معايا؟ قال لي معاك. حرشت معاه الهضره وقلبت فيه، قلت له كيفاش عاوتاني تحيد حوايجك؟ يوسف بغى يدخل وانا نقمعو. هنا القرع بدا كيرطب معايا الهضره، قال لي ما يمكنش يتهبطوا حوايجك. كيفاش؟ ياك ما باغيين تهبطوني للبير؟ لا 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 لا، واش مالكم مرض؟ ما عرفتش كيفاش نوصف لكم باش حسيت في ديك الساعه الروح بدات طالعه مني. قال لي بلي ما عندك حتى شي خيار من غير هذا، واذا تراجعتي في هاد اللحظه عمرك لا عاودتي شفتي الضو. صافي وصلت للفينال، ما غاديش نعاود نشوف ميمتي، ما غاديش نعاود نشوف اختي، ما غاديش نعاود نشوف صحابي. علاش يا ربي مكتب لي هكذا؟ بغيت نشوف ميمتي لاخر مره، نبوس يدها اللي عمري بوستهم ونطلب منها السماحه. بقيت واقف والدنيا واقفه بيا. اش ندير يا سيدي ربي؟ واش غنموت هنا؟ الوالده ما غاديش يدفني وتبكي على قبري؟ علاش يا سيدي ربي؟ دورت كنلقى يوسف ماجي وهز معاه سلوم ديال الخشب، حطو حدانا وقال القرعه صاحبي نسيت فين كنت حطيتو. هادشي كانوا مجدين له شحال هادي، وهاد البلان كامل معدل وكان داير عليا مال الاول. قلت له واخا غادي نحيد حوايجي ولكن ماشي كلشي. عيا كيحاول معايا ولكن والو ما بغيتش، وفي الاخر قال لي انا درت اللي عليا وانت ناض براسك. مشى للصندوق وجاب الخنشه وحطها حدايا وعيط لديك 2 اخرين يشدوا معاه. خونا مول الديب عطاه ربي القلده ولكن حرمو من العقل، سمح في الديب ما مربوطشي وجا يشد معاهم. القرع قال وامشي ربط ديك المصيبه، هو رجع يربطو وهو يهرب. ضحكت انا، تصور تكون عريان ونازل للبير وكتضحك. اصلا الفريخ كان بدا كيطير لي. الديب كانوا متقلين عليه السناسل، عليه شبرو قبل ما يعطي رجلو للريح، ربطوه في الشجره ورجع كيلهت. القرع كان شاعل بيل، الضو ديالو كان ضارب في عيني، وجبت شي حاجه مبانتليش في الاول، واحد شويه هي تبان لي. كان جابت حنش هازو في يدو بحال شي زرواطه، ما خايف منه ما والو، وبدا كيضحك. قال لي زوينها؟ قال لي كيفاش ربكم كيخلق شي حاجه زوينه بحال هادي ويزرع فيها الشر؟ كيفاش كيخلق بحال هاد المخلوقات باش يأذيوكم؟ هذا هو ربكم الرحيم الرؤوف المحب لعباده. ها باش غادي تجاوب؟ واش انا بغات شي اسئله دابا؟ دورت وجهي هو بقى كيضحك. طلل في الخنشه عاوتاني وجبد ديك اليد اللي كانت مقطعه. انا غير شفتها قلبي بغى يسكت، شاف فيا وقال هادي شنو بقى كتعمل هنا، ورماها للديب. وجبد واحد حفنه سنان من جيبو وقال لي هادو ديرهم فمك. شديتهم بقيت كنشوف فيهم، لقيتهم سنان بنادم. هادو سنان بنادم، كيفاش بغيتيني نديرهم فمي؟ قال غير حطهم ما تبلعهمش. انا اللي كان كيدور في بالي ديك الساعه هو ان ديك السنان ديال مول ديك اليد اللي كلاه الديب دابا. ربي شهاد المصيبه. خشيتهم فمي بقيت كنستنى شنو غادي يقول لي. عطاني الخنجر في يدي وشبر الحنش من 2 جهات وقال لي خصك تذبحو وتشرب الدم. انا غير سمعت خصني نشرب الدم، رميت داكشي من فمي وجلست كنبكي. عارف الدموع ما عندهم باش ينفعوني، ولكن هما اللي بقاو لي في ديك اللحظه. يوسف جا كيهدن فيا وكيصبرني، كيهضر وانا ما كنسمع والو. صافي ما بقيتش باغي نسمع، سمعت بزاف، دابا بغيت نرجع لدارنا. ولكن شغادي يعمل الميت قدام غسالو. مسحت الدموع وقفت، شفتي قلت له انا غادي نوريك. شاف فيا واحد الشوفه بحال اللي كيقول لي هادشي كامل وباقي قادر تهضر. رجعت ديك سنه لفمي وما بقاش كيهمني واش ديال بنادم ولا ديال ديناصور. شديت ديك الخنجر باليمين، القرع قال لي شدو بالشمال. دوزت على ديك الحنش تدويزه واحده، بقى الراس في جهه والشي الاخر في جهه. شديت عيني وفتحت فمي والدم كان كيترش على وجهي كامل، والقرع كيقول لي بلع بلع. وجهي كان بارد والدم سخون، وبلا ما نقول لكم على المذاق واخا نعيا نحاول ما غاديش نعرف نوصفه. حسيت بالدم حبس وانا نفتح عيني، لقيت القرع شابر الكسده ديال الحنش وكيلهات، ويوسف ومول الديب فاتحين فمهم فيا. سيب الحنش في البير وجلسني ووقف حدايا، حط يدو على راسي وبقى كيقرع عليا وكيبكي. ما فهمت والو ولكن حسيت بديكشي اللي كان كيقول. وقفني وقال لي فتح فمك. بزق فيه وقال لي خرج ديك سنان. حطيتهم له في يدو، شدهم وسيبهم في البير. بقيت واقف مغمض عيني، تسنيت نسمع الصوت في الماء، ما سمعت والو. يوسف ومول الديب جابوا ديك السلم وحطوه قدامي. ضوا يوسف بالبيل
وقال لي شتي ديك جوج حديدات؟ قلت له قال لي هذيك وحده غتعمل عليها رجلك وحده غادي تشد فيها بيدك. قلت له غادي يطلعوني بالزربه ياك، ولكن هو شاف فيا بلا ما يجاوبني وهبط سلم في البير. مع اول درجه حطيت فيها رجلي عرفت راسي ما غاديش نخرج. اي انسان كيفكر بعقله ما كانش غادي يهبط في ديك اللحظه، ولكن انا ما كنتش كنفكر، ما كنتش طبيعي. مع كل خطوه كنت كنهبط كنت كنبقى نشوف الملامح ديالهم مزيرين. ما عرفتش واش حيت السلوم ثقيل ولا مشي حاجه اخرى. حطيت رجلي وشبرت بيدي، طلع عليا القرع وقال لي واش هو هذاك؟ قلت له مزيان. حركت له غير راسي ما كنتش قادر نهضر. غمضت عيني بالخوف، بقيت كنسمعهم كيجمعوا الصنادق. شويه الصوت بدا كيبعد، بديت كنغوت يوسف يوسف يوسف. كنت كنغوت وكنسمع الصوت ديال الزطامي ديالهم كيبعدوا والديب كيلهات والسلاسل ديالو كيقرقبوا. غوت وبكيت وزاوقت، ولكن ملي سكت ما بقيت كنسمع والو غير السكات. انتينا اللي كتسمع، غمض عينك وعمر راسك في بلاصتي. ما قدرتيش ياك؟ حتى انا ما قدرتش نصبر. بقيت كنغوت بحال شي واحد مسعور، بكيت حتى نشفو الدموع. غوت حتى كنت كنحس بالحلق ديالي غادي ينفجر. بقيت كنتمنى الموت وما لقيتاشي. بغيت نقتل راسي وما لقيتش كيفاش. كنت كنعلي راسي وكنشوف غير النجوم في السماء، وكنبقى نغوت وكنسمع غير صوتي كيتعاود. كنت كنبكي ماشي غير حيت خايف، ولكن حيت كنت عارف راسي غادي نموت بوحدي هنا وحد ما غيجيب لي الخبر. بغيت نطلق ونطيح في الماء ولكن ما قدرتش. كنت كنغوت ونسكت ونبقى نبكي. دوزت ليله كامله وانا كنغوت ونبكي، حتى لواحد اللحظه عليت عيني للسما وشفت السما بدات كتضوي والصباح بدا كيطلع. يدي كانت عيات وشدني واحد الوجع في كرشي حتى كنت غادي نطلق من الحديده. واحد شويه بديت كنتقيا بحال اللي كنت واكل التراب، حتى حسيت بمصارني غادي يخرجوا وبديت كنتنفس بالزربه بحال تقول كنت كنجري. ولكن من بعد حسيت بحال اللي كنت هز جبل وحطيته. ما كنتش قادر نزيد نغوت حيت صافي الصوت ما بقاش والبرد فرعني وجاني العطش. بقيت مغمض عيني وكندعي وكنقول مادام كاين بير في هاد الخلا فاكيد كاين السراحه غادي يخرجوا يسرحوا في الصباح ويقدر يجي شي واحد فيهم يعمر الماء ويلقاني. كنسكت ومره ملي كنحس بشي حاجه كنبدا نغوت. بقيت بزاف د الوقت وانا غير مغمض عيني، حتى لواحد اللقطه سمعت شي صوت بعيد، صوت غادي وكيقرب بحال القران. القران، والطريقه ديال الترتيل ديالو بحال في المقابر. ما تصوروش كيفاش بقيت كنغوت في ديك اللحظه. الحيوط د البير كنت غادي نطلع فيهم. بقيت كنغوت ونغوت اصلا كنت سمعت غير الصوت ديال الكلب. كنت غادي نفرح في ديك اللحظه، واخا نعيا نوصف ما غاديش تعرفوا الاحساس ديالي كيفاش كان في ديك الساعه. سمعت الصوت ديال القران سكت، والصوت ديال الجري بدا كيقرب من جهتي. تما بديت كنبكي، واول مره غادي نعرف شنو هي دموع الفرح. احلى صوت سمعته في حياتي واجمل مره غادي نسمع فيها الاسم ديالي. عليت عيني وما باليش شكون، شفت غير جوج ديال الريوس. كانت الشمس وكنت عييت، عرفت راسي غادي نعيش. بقيت كنسمعهم كيغوتوا باسمي، ما كنتش قادر ننطق. كنت كنتسناهم غير يطلعوني بحال شي طير كيتسنى يفتحوا له القفص. هبطوا لي السلم وما كرهتش نعنقوا. ما عقلتش على راسي حتى لقيتهم واقفين حدايا. ما حسيتش براسي كيفاش طلعت في السلم. كنت مصدوم ولكن مبتسم. كتعرفوا الابتسامه ديال الانتصار؟ هذيك ما حيدتش من وجهي. عرفت راسي انتصرت على الموت. بقيت عاقل على كل ثانيه من ديك اللحظات. حسيت براسي تولدت من جديد. كانوا كيهضروا معايا وكيحاولوا يثبتوني. اشرف ولدي، هذا انا، واش عرفتيني؟ وانا كنت غير كنتامل في الوجوه ديالهم بحال شي اعمى اول مره غادي يشوف. واحد فيهم كان شاد لي في كتافي وكيحركني وكيقول لي انا معاك ولدي، صافي ما تخافش، ها انا جيت. شفت فيه وبقيت كنحقق وقدرت نطق اسمه موحى. عنقني وحسيت بالدموع ديالو على كتافي. تفكرت واحد الجمله كان قال لي واحد السيد كنت كنشوفه ملي كنت كنزور الوالد في الحبس وما عمري كنت فهمتها. كان قال لي واش كتعرف شنو هي الحريه؟ قال لي هي ملي كنخسروا كلشي عاد كنوليو احرار. كنت كنقول اش كيخربق هذا، ولكن في ديك الصباح عرفت المعنى ديال الجمله. بقيت معنق موحى. درت شفت مع واحد السيد عليه واحد السر عجيب وكان حابس الدموع. ما كنعرفوش، عمري ما شفته، وبلا ما يقول حتى شي كلمه عنقته. عنقته بحال اللي كنعرفو مش حال هادي. موحى كان فرحان كتر مني والله. علا راسو للسما وبقى كيحمد الله وبقى مشبر فيا وكيسولني ما فيك والو، كتشوف مزيان، شنو وقع؟ انا ما كانش عندي الجهد باش نقول حتى شي كلمه. عطاو لي حوايجي باش نلبسهم، كانوا محطوطين حدا الصندوق ديال الرماد. ما فهمت والو، ولكن ما لقاوليش السبردينه. ودي عينك ديك ولد والله ما رحمني وما غاديش يجي حتى قدو، حيت هو رجلين ديالو كبار من القضيه الفلسطينيه. المهم ديك الفقي اللي كان مع موحى واسمه ياسين حيد البلغه مسكين من رجلو عطاها لي نلبسها.
انا في ديك الساعه كان خصني غير نشرب، بقيت كنقول لهم الماء بغيت الماء. خارج من البيرو فيا العطش. عجيب امرك يا دنيا. قالوا لي صبر حتى نوصلوا، داروني في الوسط وبقاو غاديين وكيقراو القران، وانا الطريق كامله ما قلت حتى شي كلمه. الطريق ديال هاد المره ماشي هي النيت اللي جيت منها. بالزربه وصلنا للدوار وما دوزناش وسط الشجر والغابه، الدنيا كانت كامله اراضي فلاحيه. وصلنا للدخله ديال واحد الدوار وعرفتو ماشي هو النيت اللي كنت فيه مع القرع وصحابو. دورت عند موحى قلت له فين حنا؟ قال لي شت ما تهضرش. ملي وصلنا لوسط الدوار لقينا جمهور د عباد الله واقف مصدوم. كنت مصدوم وزادوا صدموني، كلشي كيشوف فيا. بقيت كنسمع غير ها هما القاوه، ها هو جا، واش هو هذا؟ عرفت الهضره كامله كانت دايره عليا. قال لي موحى تمشى بالزربه. كانوا غاديين بيا والخطوات كيتسارعوا. دورت مورايا لقيت ديك عباد الله كاملين تابعيننا. طلعنا في واحد العقبه قاصحه، كنت عيان وفيا العطش، كنت غادي نموت. وصلنا لواحد البلاصه عليت عيني من شوفه الاولى عرفتو جامع. دخلنا ولكن ياسين بقى برا. عرفتو غادي يهضر مع الناس اللي كانوا تابعيننا. اول حاجه لاحظت الجامع واخا بسيط كان زوين بزاف. الريحه الزرابي كانت بحال اللي باقيين جداد، وفي واحد القنت كانوا مسطرين اللوح ومرتبين بواحد العنايه. جلسني موحى على الارض وقال لي تسنى حتى ياسين دخل وشد الباب ديال الجامع وجلس حدايا. بقى كيتشوف فيا بحال ما متيقش بانني انا بصح اللي جالس حداه. واحد شويه هو يتفكر ونض مشى جاب لي الماء نشرب. بقيت كنشرب لدرجه ياسين حيد لي البوديزه من يدي وقال لي راه غادي يضروك. موحى جاب معاه واحد السيد كبير في العمر، يمكن فايت 80 عام. قرب لوجهي وبقى كيقلب فيه. في ديك اللحظه موحى وياسين كانوا كيهضروا مع بعضهم. فهمت من الهضره ديالهم بان الناس الدوار كاملين كانوا كيقلبوا عليا وكيتسناوني نجي. ما فهمتش كيفاش الناس عرفوا بهذا الشيء وكيفاش موحى بان فجاه ولقاني. هذه كامله اسئله كتدور غير في دماغي، اما انا ما كنت قادر لا نهضر لا نسول. ولكن طلبت منهم يعطيوني تليفون نهضر مع الوالده. موحى ضرب لي على كتفي وقال لي صبر كلشي بوقته. دار عندهم الراجل الكبير وقال لهم على بركه الله يلا نبداو. اش غادي نبداو؟ انا ما كنتش قادر نزيد. قلت لهم بعدوا مني، خصني نمشي بحالي. ما بقات عندي ثقه في حد. كيفاش غادي نثيق بعد هادشي كامل اللي داز عليا؟ رجلي اللي هزيني ولاو كيعكلوني. كيفاش غادي نثيق في بنادم؟ شد لي موحى في يدي وقال لي ما عندك مناش تخاف ولدي، انا معاك باذن الله غادي تنسى هادشي كامل. ما جاوبتوش، ولكن ملي شفت في عينه قريت فيهم الصدق وباللي ما كيكذبش. دخلوني لواحد البلاصه بحال باتيو وكان فيها واحد المغسله ديال الموتى ومحمل وفوق منه كفن. دار عندي ديك الفقي الكبير قال لي هذا راه كان ديالك ولدي، ولكن دابا راه كتب لشي واحد اخر. شفت في الكفن وضحكت بحال اللي كنقول له في خاطري ماشي اليوم. انا كنت خايف ولكن ماشي من الموت. بداو كيهضروا بيناتهم وانا كنتامل في المحمل وكنتخيل راسي مجبد فوق منه. شويه دار عندي موحى قال لي اسمع ولدي راه خصنا نختنوك. ما فهمتوش في الاول، قلت له كيفاش؟ قال لي خصنا نعاودوا لك بالطهاره. واه يا ناري فيما كنت كنسكر ديك المنظر كنطير بالضحك. قلت له مستحيل، واش حماق ولا؟ نصبر على الدياب، على الحنوشه، على الجنون، على الموت؟ الا هادي ما يمكنش. في رايكم رحله العذاب ديال اشرف تسالت ولا مازال؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في الفيديو القادم. اذا عجبكم الفيديو عملوا لايك، واذا ما كنتوش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بتتمه القصه. مع السلامه.